السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء في قناة أساطير خالدة. نتحدث اليوم عن شخصية وطنية فكرية، أحد أهم الشخصيات الوطنية في الجزائر والوطن العربي والإسلامي، ألا وهي المفكر مالك ابن نبي. ولد المفكر والفيلسوف مالك ابن نبي في 1 يناير 1905 بقسنطينة في الجزائر العاصمة، وتوفي سنة 31 أكتوبر 1973 عن عمر ناهز 68 سنة في الجزائر العاصمة رحمه الله، وهو من أعلام الفكر الإسلامي في القرن العشرين. يعد المفكر الجزائري مالك ابن نبي أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين، ويمكن اعتباره امتداد لابن خلدون، ويعد من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نبهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة. كانت جهود مالك ابن نبي في بناء الفكر الإسلامي الحديث وفي دراسة المشكلات الحضارية عموما متميزة، سواء من حيث المواضيع التي تناولها أو من حيث المناهج التي اعتمدها في ذلك. كان المفكر والفيلسوف ابن نبي أول باحث يحاول أن يحدد أبعاد المشكلة ويحدد العناصر الأساسية في الإصلاح ويبعد في البحث عن العوارض. كان كذلك أول من أودع منهجا محددا في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتماع وسنة التاريخ، فرحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إن شاء الله تعالى.